الله اكبر، حبوبتكم عرست يا جنجبيل. عمل لي ميود يا ضونه، واسمك منو؟ عمل لي ميود يا ضونه. يا اخي ضونه ده يا يسكر الكاميرا ويعمل ميود يا نزله عليك. الله خلينا نتكلم يا اخي عشان ما تعمل لي الوسواس الخناس. انت يا محمد انا بتكلم في قس وترفع الناس. ارفع الناس والناس شبكتها تعبانه. ما ترفعوا قستي يا جماعه عشان زول يفتح ميود ما في ناسف يا ضونه بعدين تعال. ويا جماعه الله اكبر. الله اكبر. انا قبل ما اكب الشمار الناس تشير وتلف اللايف. حبوبتكم عرست يا جنجويد ويا قحاطه. انتوا عارفين الرجع الخدمه منو؟ لا انتوا عارفين الرجع الخدمه منو؟ كمال عبد المعروف. وما ادراك مع كمال عبد المعروف، اسمه ملك الموت. تعرف كمال عبد المعروف ولا؟ شيروا يا شباب، تموا اللايف ده الف وتعال لي سريع هنا. خلنا اديك الزيت. خل اسك اللايف فارغه ولا قونات بترادة من كان طلعتوا السما. كل الناس الدارة تعرف الزيت والشمارات والبل. تشير هنا سريع سريع. انتوا عارفين الدخل النزل منو؟ كمال عبد المعروف. كمال عبد المعروف ده ايام الثوره ظل القحاطه ذله الكلاب. خلى القحاطه ده الواي كمال عبد المعروف قيلوا لنا وبعلينا كمال عبد المعروف كعب طردنا. والله العظيم زلاهم ذله الكلاب. كمال عبد المعروف في القوات المسلحه اسمه ملك الموت. اسمه ملك الموت. وارجعوا لتصريحاته في تلفزيون السودان. أنا أطالب القوات المسلحة بأن يكون كمال عبد المعروف الناطق باسم القوات المسلحة، لأنه بصراحة أديب ضعيف. أديب ضعيف جدا في إعلام. أنا أتمنى أن القوات المسلحة تعيي كمال عبد المعروف الناطق باسم القوات المسلحة. هاكم الزيت. أول حاجة الرحمة والمغفرة لكل القرى في النيل الأبيض اللي دخلت ميليشيا الدعم السريع وهجرت أهلهم وبدت تقتل فيهم بدم قارد. الرحمة والمغفرة لكل الناس الدولوهم في الفاشل، والرحمة والمغفرة للناس الدولوهم في سنار تدويل عشوائي. لكن هاكم الزيت. قواتكم المسلحة الباسلة نفذت ضربات جوية اليوم في مليط متحرك كامل 212 عربية لن يتبقى فيهم نفاخ النار. وده الشغل المظبوط. ال 212 عربية كانت متجهات مع متحركات أخرى إلى فاشر السلطان، ولكن نسور الجو كانت في الموعد محل واحد بن. قواتكم المسلحة السودانية نفذت ضربات جوية ناجحة في مدني والجزيرة وسنار وكل جغم متحركات. طبعا يا جماعة السيناريو بتاع الجنجويد اثنين، ماشيين الفاشر وماشيين سنار، قاعدين يدولوا في سنار وفي الفاشر. نحن رسالتنا للقوات المسلحة لسه ادبله، لسه ادبله زي ما متحرك الضعين بقى بن ومتحرك مليط بقى بن، والضربات الناجحة في شرق الفاشر شغل نظيف. اركبوا الجنجويد بلا رحمة، الله لا رحمن. اركبوا الجنجويد بلا رحمة، الله لا رحمون. الناس في الفاشر فاشر السلطان استعدوا هجوم الجنجويد غاب غوسين او ادنى، وهو الهجوم الاكبر والاخطر. الناس في سنات نحن قلنا لكم الجنجويد لما يصنوا هم بيكونوا بيعدوا العده وبوصحوا باسلحتهم وبجيبوا مستنفرينهم بالشرطه العسكريه حتى يهاجموا المدن. في هجوم على سنار وعلى الفاشر. الناس تبقى صاحيه وتبقى يغزه، وزي البلدة ذاته المتحرك بكتوه وهو في المهد صبية. الله أكبر. جيش واحد شعب واحد مشترك فوق، والموت للجنجويد المغتصبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله يا الشعب السوداني رسالة أخيرة دار أقول لكم وأنا نازل من الله ده. أقسم بالله العظيم المؤامرة دي أكبر من السودان نفسه وأكبر من الجيش نفسه. أبقوا سند لجيفكم، أبقوا عضد له. البلد دي كان مات كاتفته بتضيع. شفتوا زي نقود ابن خردة قبل ما طعانوا ابن خردة، عانوا ابن خردة قال الدعم ارجعوا تاني يا جيش تاني. شيروا ادوا لفة السريعة وتعالوا اسمعوا الأخبار. أنا والله حفاظا على الحساب الكبير قمت نزلت، لأنه بدقوا الكلام الدار أقوله ده بدقوا. ناس تشير يا جماعه. لايفكم نزل يا اخي، لايفكم نزل. اركبوا اللايف ثاني شير. اركبوا اللايف ثاني شير. اركبوا لايفكم نزل ثاني. ادوا اللفه الاخيره يا جيش، ادوا اللفه الاخيره. لسه عايه. ادوا اللفه الاخيره، خلوه يبقى ترند. اجمعوا الناس هنا سريع وخلونا نبدا ام كديسه دي. قبل ما اكشح العشاء خلونا نبدا بام كديسه دي. لسه الناس تشير يا جماعه. والله انا اتحفظ اتكلم في عرض زول، لكن ما يحترم دمنا وما يحترم شعبا
وما يحترم حرايرنا ندوسه بالجزم. يبقى انا ما اخذت لايف، ما اخذت راحتي. لايف ده يا جماعه فيه ركب شين شيروا، فيه ركب شين شيروا. لسه الناس تشير يا جماعه. شيركم ضعيف ولايفكم ضعيف وشغلتكم تنعس. تموا 600 ها عشان نبدا نركب كويس. والله الليله تشوفوا بل انا عندي اخبار من الميدان الان، اقسم بالله اخبار تفرح وتسعد كل سوداني. شيروا بس انتوا شيروا ما ابى اللايف يمشي كله بس 321 501 تموا اللايف ده 600 يا اخي. انتوا الشير ده بعضيكم، الشير ده بعضيكم يا جماعه، الشير ده بعضيكم ها؟ الشير ده بعضيكم ولا كيف يا جماعه؟ لسه شيروا يا جماعه 500 531 دي ما زدتوا منها نفر ما زدتوا منها ماشي ليه تحت. شيروا ها اركبوا الشير خلونا نفتح بالكلام. ناس شير ناس تشير. اول حاجه يا جماعه لوش المبارك منزل فيديو البارح، قالت انا والله جيت ماشيه من مدني للخرطوم، يا الدعامه لاقوني ودوني بيتنا وعبوا لي عربيتي بنزين وجابوا لي شوكولاته. كده اسمعوا كلامه. يمكن ابو رهف ده بيتبلى على الناس. شيروا يا جيش، شيروا اقطعوا الحته دي شيروا لي ذاته. قسما بالله الليله انفشك نفش، الليله انفشك نفش. يوم القيامه تتذكرين انا والله انا اي مراه سودانيه اعيد لحد العشر عشان اتكلم فيها، لكن اذا النساء امثال لوشي تداس لانها ما محترمه، لانها تافهه، لانها قذره. الليله ببلي ميتينك هكا الشعب السوداني. ما تقول يا ابو رهف انت بتردم النسوان، انا والله عمري ما بردم مره، لكن يا جماعه اللي تبقى دعاميا بالله، اللي تبقى دعاميه تمجد في الدعامه نبيل قلنا شنو نبلها كده ولا تحت. التبقى دعاميه شنو نبلها. شيروا لسه اركب الله يبدا شير وشيروا للوشي وشيروا لحازم حلمي. والليله لا بركبكم ركب جماعي، لا بجيب فضايحكم بالجمله يا زباله. طيب وين هي لوشي؟ طيب التلفون اللي انا شيرت فيه. طيب ابو رهف تري شيروا يا جماعه، شيروا بس شيروا سيسر لروشي. طيب نحن هنا اسمعوا لوشي. دخلت شفت الحاجات ورجعت مدني. لغايه ما رجعت مدني انا ربنا كان شايفني وجالسه صعبه. واول ما رجعت ما في وصلت لان انا اصلا مشيت وجيت كنت فين. خليت العربيه وديته اوكي تمام. كنت فين خليت العربيه وديتهم المفتاح وقلت ركبت معاهم ودوني البيت. وصلت الحمد لله رب العالمين. دخلت في امانتين الله. العربيه ما شالوها جابوها لي ثاني يوم الصباح وجابوها لي معبيه بنزين كويس واسمه شنو هو. جابوا لي كيس شوكولاته وبدا اكل وما بالي بشنو كلام زي كذا. وبقيت بسال فيهم نظام انه القروش اللي انت اشتريتوا بها الاكل والحاجات مسروقه. شاكني لا طبعا ما مسروقه. في هنا حتات فاتحه وفي ناس بتشتري اكل الفيديو ما بتقدر تسمعوا. شيروا لي يا جيش. هاك يا راف امسك التلفون الثاني وتزحي لي الليله يا بابا. امشي شيلي مويتك. شيروا يا جيش شيروا يعني انت هاك انما ميتين الله يجزاكم. شيروا ما بخلوني يشتغلوا الليله. داير شنو يا راف؟ خلاص امشي يا بابا اشرب المويه هناك. امشي اشرب المويه هناك. سريع الملكه. شيروا يا جيش يا جماعه. بوشي ولا لوشي يدي وجعتني منزله فيديو قالت هي متحركه من مدني للخرطوم وركبت مع الدعامه ودته مفتاح عربيتها. بعدين الدعامه قدموا لها وجبات وقدموا لها بعد ما قدموا لها وجبه قالت ادوها شوكليت كاندي شوكليت وعبوا لها عربيتها بنزين وقالت الناس دي مسالمين وعاملوني احسن تعامل. يعني شغل بتاع تلميع لميليشيا الدعم السريع اللي قبل شويه مغتص بها الامر. السيده لوشي قالت الدعامه دلعوها
وودوها شوكولاته كمان. سالتهم قالت لهم هي بليز الحلاوه والكاندي دي حلال؟ يعني انتوا اشتريتوها من حر مالكم ولا سرقتوا القروش؟ يعني الدعامه قروش حلال. كل يوم بتطلع لنا ساقطه جديده وساقط جديد. انتوا قدمتوا للشعب السوداني شنو غير يدي وجعتني العهر والدعار؟ انا بس داير اسال لوشي، شيروا له عليكم الله، ما شيروا لنوشي وحازم حلمي. هاي نحن اذا سكتنا من ناس كتار لا يعني نحن متنا، ها هنا باغون، سندافع عن هذا الشعب، واي كلب ادوه كسره حنركب ميتينك. نحن ما شغالين بزول ولا اوصي على زول، ابعدوا مننا ومن شهدائنا ومن دمانا ومن حرايرنا والا تتركب لما تكورك. شيروا للوشي خلوها تسمع، لانه عندي سؤال حابب لوشي تسمعوا. شيروا ليلوشي، الناس اللي قاعده هنا شيروا لي ليلوشي سريع. عليكم الله بالصرف الحبيب، اسالكم يوم القيامه عندها صفحه في التيك توك، دقوا له تلفون. الناس الخرفان كتار هنا اللي بيعرفوها، دقوا له تلفون قولوا له ابو رهب ابو شنب قال لك تتمي مساسي سريع انت وحازم حلمي، وقال عنده سؤال وحابب اساله في العام. طالما انك قبضت الكسره من الدعامه وبحت وطنك وضميرك واخواتك اللي اغتصبوه، شيروا لي يا جماعه. انا سؤالي للوشي بعد ما دلعوك الدعامه وعبوا لك عربيتك بنزين وجابوا لك شوكولا، الكلام ده بعد ما تموا فيك الشغل ولا قبل تموا الشغل؟ بس ده السؤال، ده السؤال اللي انا واقف ليه هنا. انا لما سمعت الفيديو حقيقة اخلاقي هنا، بس حابب اسال سؤال. الدلع ده بعد ما تموا فيك الشغل ولا قبل ما يتموا الشغل؟ ده سؤال ابو رهف. شيروا للوشي. نعيد سؤالي تاني. السيدة لوشي المنافقة التافهة القذرة الوسخة حتالة المجتمع، يدي وجعتني أزعطني كدي في يد اليمين وجعتني مع التافه الساقط حازم حلمي، ونحن والله انا اجي اشغل لكم في المسكس بتاعكم هنا يا عفن، اجي اسيح اشغل لكم يدي وجعتني هنا. نحن بنتقاضى النظر وبنقول الله يستر الناس، ونحن كلنا عيوب والله يستر عرضنا وعرضكم، لكن ما تصل مرحلة التفاهة انكم تلمعوا القتل والمجرمين. ما تصل مرحلة التفاهة انكم تجوا تقولوا الدعامة اكرمونا. كده بس سؤال ابو رهف هسه الان قدام الشعب السوداني. الدلع ده يا لوشي كان قبل الشغل بعد ما تموا فيك شغل ولا قبل ما يتموا الشغل؟ دلعوك ها؟ ادوني شوكولا والله انا والله الدعامه ركبوني معهم في عربيتهم وادوني شوكولا، وسالتهم قلت لهم هل الشوكولا دي هي من حر مالكم ولا سرقتوها؟ يعني الدعامه لطيفين جدا وبقدموا خدمه 5 ستار، بيقدموا خدمه 5 نجوم لنزلائهم لنزلائهم، لكن لما يتم فيهم شغل، لما يبلوهم ويركبوهم، لما يختزموهم بيقدموا خدمة 5 ستار. السيدة لوشي التغت عن طريق الصدفة سبحان الله في روايتها وفي طلسة، قالت كنت متحركة من مدني نسيت حاجات في الخرطوم، قالت الشارع كان مظلم سبحان الله، قالت الله أنار لها الطريق. بركاتك يا الشيخة لوشي، بركاتكم يا جماعة، تبركوا في لوشي، برك شيخة لوشي يا أخي. أنارت لها السماء بما انه ما كان في قمر، قالت انارت لها السماء، ربنا قالت انار لها السماء. الطريق ده نور لانه الشيخه لوشي بنت الشيخه امها التافهه الثانيه ديك الله انار لها الطريق، الله انار لهم الطريق يا جماعه بركاتك. وبعد ذاك ربما ضاره نافعه، التقت بالدعامه ركبوها قدام وسالوا مفتاح عربيتها وفولوها لها بنزين، وبعد ذاك وصلوها البيت سالمه غانمه امنه، لم ترفع حاجات تانية حاميانيت عارفين ما دار اكمل ودلعوها دلع وقدموا لها خدمات 5 ستار. بس السؤال، الخدمات والبداكير والمناكير والمساج اللي عملوا لك كان قبل الشغل ولا بعد الشغل؟ ده سؤال ابو رهف. يا سواقط مجتمع، نحن نغتصب، نحن نبات كشعب سوداني من قبل المرتزقه، وانتوا الواحد عشان ادوه قرشين قاعد في امارات الشر.
داري يجي ينافق ويطلص. ابيعدوا من عرضنا، ابيعدوا من بلدنا، لانه بنركبكم انتم محمد بن ناقص. وانت يا التافه الثاني الصيصه الثاني حازم حلمي، حربكم دي يعني يا جماعه نحن ما بنسال زول، ما تسالونا. الفنيله اللي كان فيها الشهيد عثمان مكاوي والشهيد محمد صديق رمز الحرب دي، رمز الكرامه، رمز كرامه الامه. والاثنين لما تقول محمد صديق كانت كلمت بالناس بتاكلك، عثمان مكاوي الناس بتاكلك. التافه حليم يجدع الفنيله اللي فيها الشهداء، واغلى شهداء في قلوبنا نحن كشعب سوداني. ويرجع لما نتكلم في حليم يجي حازم يدافع له. والله حربكم دي انا ما عندي فيها حربنا، دي حرب الرجال يا ودي يا مايع يا باطل، دي حرب الرجال، دي حرب الشرفاء، دي حرب الابطال، مش حرب الصيص. اي ارعوا بيجيتكم، هاكم تموا اللايف ده فنديكم باقي الزيت. النشير صورة التافهة دي واسمع الكلام ده وخدتي حلقة في اعضانك. والله نحن نركبك انت ولا اداك الكسرة. شيروا اللايف ده، شيروا نشير صورة التافهة دي نجيب لكم تاني. شيروا الليلة دي الزيت كتير. شيروا يا جماعة، شيروا الناس تشير، الناس تشير يا جماعة. دقيقة بس الزيت خلونا نكب لكم الزيت عشان ما نبرمجكم. والله يا جماعة، والله أنا من الظهر غضبان، مما رسلوا لي الفيديو بتاع لوشي دي وحتى الآن غضبان. شيروا أول